مقاطع الفيديو أنا بقلب مرة على السوشيال ميديا، وجدت واحد حاط مقطع تمساح بياكل غزال وهو حي. الغزال عايش والتمساح بيقطع فيه وهو عايش الغزال، والغزال بيرافص بس مش قادر يفك حاله من ايدين من فك التمساح. فشو بيعلق هذا الرجل؟ بيقول يعني شو هالعبثية في هذا الوجود؟ إذا في إله أو رب ليش يخلق هذا المشهد كله أصلا؟ فهذا يدل على عبثية الطبيعة، وإنه هذه صدفة وعبثية. هذا هيك بيقول، هذا منطقه وعقله أو شيطانه أضله. فالرد عليه بسيط، هذا المشهد اللي انت شفته عبثية واللي انت اعتبرته انه دليل على عدم وجود إله، هذا المشهد بنفسه هو أكبر دليل على وجود الخالق. طب كيف؟ لأنه هذا المشهد يدل على أنه لا بد أن يكون يوم توضع فيه الموازين. ما هو لو هذا المشهد فعلا ما في خالق فعلا بيكون عبثي. تمساح بياكل غزال حي فعلا بيكون المشهد عبثي لو ما في خالق، بس لأنه في خالق هذا المشهد مش عبثي، وسيقتص الله من هذا لهذا يوم القيامة. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لو أن شاة قرناء، يعني شاة لها قرون، نطحت شاة جلحاء ما لهاش قرون، لاقتص الله من هذه لتلك. ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. بعدين يا أخي أنت جاي تتفلسف على تمساح بياكل غزال، ما تروح تتفلسف على الصهاينة اللي قاعدين بيقتلوا في إخواننا المسلمين. أنت تركت المشاكل، أنت قلت فيش إله من مشهد عبثي في طبيعة تحكمها أنظمة وقوانين غير قوانين عقلك وفكرك، ونسيت طبيعتك أنت كإنسان. لما تشوف أخوك الإنسان بيقتل أخوه الإنسان وبدم بارد وبعشوائية وبعبثية مفرطة، ما علق على هذا المشهد. أصلا هذا المشهد لا بد من بعده أن يكون في إله وفي موازين للعدل، لأنه لو ما في إله كل اللي بيصير في الأرض ملوش معنى. هذا اللي مات مظلوم، واللي انسرق ماله، واللي انهدم بيته، واللي انحرق، واللي ماتوا أولاده، واللي لو ما في إله بالله شو معنى هاي الأمور اللي بتصير؟ ولا شيء. لكن لأنه في إله سيقتص الله منهم جميعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. مش تمساح بياكل غزال، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا المشهد الذي أراك الله إياه بعين خلقها الله، سيعيد الله لك هذا المشهد يوم القيامة، ويقتص الله من هذا لهذا ويريك آياته لعلك تعرفها. حينما قال الله قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هي يعني الله الواحد القهار، إنه أعطيني واحد لا يقدر عليه الله، أعطيني ذرة في الأرض لا يرجعها الله، ذرة. ليش أقول إشي أكبر؟ في ذرة وفي مجرة لا يعيدها الله. كل شيء محكوم بقبضة الله، مقهور بقدرته، محكوم بأمره، ألا له الخلق والأمر. سيدنا يوسف بيحكي بهذه الساعة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.